رغم اعتراض امي على ترشيح نفسي الرئاسه وزعمها ان كل من هب ودب هيرشح نفسه عشان مليون جنيه، يا ماما هرشح نفسي، يا ماما عشان المليون جنيه. انا مش هعرفكم عليا واقول لكم انا عملت ايه وسويت ايه ورحت فين وجيت منين. انتوا هتتعرفوا عليا من خلال البرنامج بتاعي. هتعرفوا ان انا مصريه صميمه واحرص منكم على مصلحتكم. هتعرفوا ان انا ما طمعت في الكرسي الا طمعا في راحتكم، واثباتا مني لحسن نيتي فاول قرار ساصدره بعد تولي المنصب وكسباني الكرسي: حمام في كل مترو. ايوان، حمام في كل مترو، حمام حريمي، حمام رجالي. طبعا هيرد عليا بعض المتشككين ويقولوا لي: يا سلمى، فكرة الحمام مرفوضة في أوروبا وفي الدول المتحضرة. ليه بقى؟ لأنها خطر على الصحة. يا سيدي يا سيدي، في بعض الدول الناس بتعمل فيها حمام تحت المترو. أنا لغاية دلوقتي رسيت على 3 تعيينات في 3 وزارات فقط. أول وزارة الخارجية، هيمسكها أبو تريكة. أيوان، أبو تريكة. أبو تريكة المتذاكر غزة دائما وأبدا، الذي أصلح العلاقة بينه وبين فلسطين بعد أن أفسدها جميع المنتفعين. أيوان، هيصلح علاقتنا بكل الدول ويفسد علاقتنا بإسرائيل. تاني وزارة، وزارة المالية، هيمسكها عمرو خالد. طبعا بما ان العالم كله يتجه نحو النظام الاقتصادي الاسلامي واحنا لغايه دلوقتي واقفين حيرانين، هل نحن دوله راسماليه ام اشتراكيه؟ لا يا سيدي، نحن دوله راسماليه تريد ان تتخلص من اشتراكياتها. لا يا سيدي، نحن دوله حكومتها رأسمالية والشعب اشتراكي. لا يا سيدي، نحن دولة مؤسسات. طب هنبيع المؤسسات. هنبيع المؤسسات ونعمل ايه؟ هندي لكل مواطن سهم. طب وليه ما نعمل جمعية وأقبضها أنا مش أنا الرئيس؟ تالت وزارة، وزارة الإعلام، والنبي امسكها أنا، والنبي لا يستركم امسكها أنا. والنبي ده أنا بدرس في الإعلام بقالي كتير قوي، متمرمطة في آخر الدنيا بعمل دراسات عليا في الإعلام. والنبي سيبوها لي، سيبوني وزارة الإعلام، أنا عايزة أبقى وزيرة الإعلام. والنبي أعمل لكم أي حاجة، والنبي خلوني أنا وزيرة الإعلام. إليكم لائحة بمجموعة القوانين اللي سأقوم بتعديلها أول ما أمسك الحكم. وما تخافوش، مش هعمل زي سوريا وأول ما أمسك الحكم هغير القانون عشان أمسك الدولة لفوريفر. أنا أصلا عارفة كويس قوي إن أنا مش هعيش لفوريفر. ده غير إن متوسط عمر الفرد في مصر انخفض لأوائل الخمسينات، يعني كده كده كلها كام سنة بس اللي قاعدينها مع بعض وأنا ماشية لوحدي. أول قانون سأصدره الحقيقة هصدره بناء على رغبة شخصية ملحة. أنا سأمنع بتاتا أي مواطن يدوس على زرار الأسانسير مرتين. اللي طلع هيدوس طلع بس، واللي نازل هيدوس نازل بس. ومش هشوف حد بقى واقف تك 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 على زرار الاسانسير. ده لو كان تلاجة في بيتكم كنت عملت كده. سأصدر قانون يمنع إلهام شاهين ونبيل عبيد ونادية الجندي من ان هم يمثلوا تاني ابدا، واحمد عز عشان يبطل يعمل لي قصه ويلعب بالحديد. سأصدر قانون ان وزير الثقافه لازم يكون متجوز عشان اقطع ألسنة الجميع واحط صبع في عين ساركوزي. هجبر اي مواطن مصري في اي حته في العالم هياخد عباره من اي حته في العالم لاي حته في العالم لازم يركب عوامه على شكل البطه عشان انا رمز البطه. محدود الدخل في قلبي دائما وابدا. حبايبي، هعمل لكم مسابقه، يلا. واثباتا مني حسن نيتي، رغيف العيش مجانا هيوصل لكل مواطن لحد البيت. اول 5 زلطات هتلاقيهم في رغيف العيش اديك انبوبه. يلا يا عم، يلا يا عم، هديك انبوبه. تاني 5 زلطات هملالك الانبوبه. ايوه يا عم، هملالك الانبوبه. تالت 5 زلطات مرزق بقى انت بقى، مرزقين منهم كتير محدود الدخل دول. تالت 5 زلطات هعمل لك ايه؟ هديك وابور واخد الانبوبه. هخرج كل المعتقلين السياسيين واحط مكانهم سواقين الميكروباصات عشان المعتقلات ما تقعدش لوحدها. هعمل فصل تام بين السلطات، سلطه قضائيه، سلطه تشريعيه، سلطه تنفيذيه. هنعمل ايه بقى؟ هنلعبهم كيلو باميه ونشوف كل واحد فيهم هيرسى هيقعد فين بالظبط، ونروح نعمل في الاسم محضر لكل سلطه فيهم. ممنوع تقترب من السلطه الاخرى لمسافه على الاقل 3 كيلو. مش هبيع الاهرامات، ومش هبعتكم بلاد حفاة الاقدام تشتغلوا بلقمتكم، وهكون امينه في وضع منهاج التعليم. هعلمكم واوصل معاكم لبرنامج نضعه عشان نحافظ كلنا على صحتنا. على الاقل مش هسرطنكم. هعمل لكم اعلام مستقل فعلا، عارف دوره فعلا، عايز يثقفكم وعايز ينوركم فعلا ويعرفكم حقوقكم فعلا. هصلح علاقتكم بكل الدول وهخلي ليكم كلمه مسموعه. قنوات الاتصال ما بيننا هتكون مباشره، مفيش اي حد في النص ارمي عليه اخطائي. ووعدكم وعد شرف، يا هنموت من الجوع كلنا سوا يا هنقب على وش الدنيا كلنا سوا. طبعا في غنى عن ان انا اقول لكم ان انا لما امشي واسيب الحكم هجيب لكم جمال يمسك مكاني. هحملكم امانه، لو جرالي اي حاجه في موضوع الانتخابات ده امي ما تشوفش من مليون جنيه ولا جنيه.
ولا جنيه يا ماما، ولا جنيه.